ضياء من القاهرة. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اخبارك ايه؟ تحياتي ليكم ولبرنامجكم الرائع. تحياتي لحضرتك. شكرا يا فندم. الله يخليك، وارجو ساعة صدركم شوية. اتفضل. اتفضل. والله صدرنا متسع من غير حتى ما يعني من غير ما نقدر ان هو ما يبقاش متسع. اتفضل. والله استاذ عمرو انا عارف وانا بتنبأ بمستقبل كبير جدا في مصر. ربنا يخليك يا رب. الله يرحمه، ده جامد. والكلام اللي هقوله دوت انا قلته يوم 3/8/2011 تمام على قناة العربية، وكانت معايا مذيعة عربية كانت بتحاورني وكانت بتحاول تجرني لحتة معينة ان انا اعمل فتنة في الشعب المصري واتهم الاخوان واتهم حماس واتهم كذا، برغم ان انا معروف انا مين واتجاهي ايه بالظبط، لكن برضه وحدت العملية كلها. ولما سالوني يوم 3/8 حضرتك ممكن تقول لنا لو تسمح حضرتك بتشتغل ايه او حضرتك المذيعة؟ لا انا بقول حضرتك بتقول معروف انتماء حضرتك ايه وكده، فانا كنت بس بقول لحضرتك لو تقول لنا حضرتك. اقول لسيادتك كل حاجه، ادوني بس ساعه صدر وهقول لكم كل حاجه. ماشي. اوكي. رغم سيادتك يوم 3/8 دوت كان موافق 4 كان اول محاكمه لسياده الرئيس محمد حسني مبارك. تمام. القصه وما حدش يزعل مني، القصه ما فيش ثوره في مصر. اصل العمليه مؤامره على الوطن العربي، وكان قال الكلام ده بن جوريون سنه 48 لما حط رجله على فلسطين وقال لا يحسب العرب ان هدفنا فلسطين، بل هدفنا هو السيطره على الاراضي العربيه سياسيا وعسكريا واقتصاديا. وده يفسر دخول اسرائيل للمعركه سنه 56 مع ان القصه كانت مع فرنسا وانجلترا. وده يفسر موضوع برضه لما بقينا قوه عسكريه واتجهنا للشرق الاوسط وبقينا لروسيا وخدنا منها سلاح واصبحنا قوه كبيره عسكريا. ده يفسر برضه موضوع حرب 67 وجرينا الحرب يعني بعدين نتكلم. تمام. لازم الناس كلها تفهم ان مفيش قائد حارب على الارض البلد دي ودافع عنها انه يبقى خاين وعميل. الفتنه اترمت في البلد وللاسف مظبوط. الشعب صدق حاجات، فلازم كان لما الاخوان مسكوا الحكم كانوا يرجعوا الحق لاصحابه وكان الناس كلها تبقى معاهم. مشكلتنا يا سيدي الفاضل ان احنا ما زلنا نتبع سياسه ان اللي فات كله وحش وانا اللي جاي جديد انا الاحسن. بنهدم القديم كله بحلو ووحشه ومفيش مصداقيه في اي حاجه. انا فيها ايه لما اوحد الجبهات كلها واقول ان في شيء قديم اتعمل صح هنبني عليه وفي شيء وحش هنعدله؟ ايه الغلط في كده؟ ليه كل اللي طالعين من الجامعات الاسلاميه يعلقوا شماعه اي حاجه على النظام السابق؟ سيادتك قاعد في قلب مدينه الانتاج الاعلامي بتقبض من مدينه الانتاج الاعلامي ومن القناه بتاعت سيادتك من النظام السابق، هم اللي بانيين دوت. مش سيادتك كسيادتك يعني مش انا بتكلم لا انا فاهم قصد حضرتك. هو سيادتك انا بكلمك انا عندي 44 سنه. احنا ناس ذاكرنا على نمط جاز، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه بقى دكتور كبير وفي امريكا بيدرس من النظام السابق. الاخوان المسلمين اللي كلهم دكاتره من النظام السابق. ليه احنا انقسمنا هكذا؟ ليه ما يطلعش النخبه والاخوان المسلمين يوحدوا الناس كلها؟ اما بالنسبه للموضوع اللي بالنسبه للدستور انا قدامي ناس ما عندهاش مصداقيه في حاجه، في بدايه الموضوع ما عندهمش مصداقيه في حاجه. كانوا مع ثوار التحرير وكانوا مع الناس وقالوا احنا والدستور ونحترم ونعمل وبتاع. النهارده هم اول ناس ما بيحترموش الدستور ولا القضاء. طيب استاذ ضياء حضرتك مش هتقول لنا؟ طب هو حضرتك مش هتقول لنا برضه حضرتك مين؟ انا اسمي ضياء الجنيدي. لا انا قصدي حضرتك قلت في المذيعة العربية كانت عارفه انتماء حضرتك كويس او لا انا ضد الثوره بتاعت 25 يناير لان عارف انها مش ثوره وعارف انها مؤامره اصلا وكانت مش معقوله ما حدش يقنعني او ما فيش حاجه. بس مؤامره يا استاذ ضياء اللي يقرا على الوطن العربي كله في وقت واحد في 4-5 دول ان دي الناس كلها خلاص طالعه خلاص كده. ده مخطط على الوطن العربي. بس استاذ ضياء انا طبعا مع احترامي الشديد لكل الاراء اللي حضرتك قلتها سابقا، انا بس يعني متحفظ شويه على كلمه مؤامره لانه يعني مؤامره بمعنى ايه؟ مؤامره بمعنى ان مين اللي نزل الناس الشارع؟ مين اللي نزلنا الشارع؟ مين اللي خلانا نقول ان احنا عايزين عيش وحريه وكرامه انسانيه؟ مين اللي حسسنا ان احنا الثلاث حاجات دول منتقصين من حياتنا او ان احنا محتاجينهم؟
ما اظنش ان المؤامره هي اللي حسستنا بده، يعني ما اظنش ممكن يكون ناس اتدست جوه الثوره دي يعني وجوه الدنيا ممكن دي، مش فيما بس بعد مؤامره. بالظبط، ممكن ما هو ده فيما بعد الثوره ده اللي حصل ان الناس استغلت اللي حصل بالظبط. ان هي تدس ناس تانية وتبوظ الدنيا كلها وتقسم الشعب. لكن فكره ان احنا ننزل ونقول عاوزين حقنا، ما افتكرش ان هي دي مؤامره. الناس فاقت شويه، وانا عايز اقول حاجه، فاقت على اللي هي عاوزاه يعني. وانا عايز اقول حاجه، ان الناس ما نزلتش 25 يناير تنادي باسقاط الرئيس محمد حسني مبارك. هي ابتدى بالظبط، هو ابتدى عيش حريه كرامه انسانيه، بعدين ابتدى سقف المطالب يطلع مع كل وبعدين ما كانش في رد من فعل الرئاسه بالظبط، مع كل فبالتالي حصل اللي حصل في ردود الفعل. فانا مع احترامي طبعا الشديد